السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تكونوا كويسين وتحققوا كل اللي نفسكم فيه في الايام المفترجة دي ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم صينية مكرونة بالبشاميل، حاجة كده عارفين جوسي كده وحلوة، بس جوسي جوسي والله مش كلام علمكم ازاي تعملوا البشاميل بطريقة مظبوطة جدا وبطريقة سهلة. اول حاجة انا هبدأ ان انا اعصج اللحمة معايا. احط معلقة سمنة، مش معلقه واحده بس ومش مليانه كمان. وانا كنت عامله هنا صينيه متوسطه، فحاطه نص كيلو لحمه عليهم بصلتين مفرومين وطماطمايه مفرومه. طيب البهارات بتاعتنا انا هحط ملح وفلفل اسود وبابريكا ورشه قرفه. القرفه بتنقل طعمها بصراحه، تخليها حلوه قوي. الطماطمايه، ولو عندك معلقه صلصه حطيها، صلصه متجهزه. إيه، هنا بدات تتعصج اهي، مش عايزاها تنشف خالص، لا انا عايزه شويه من الصوص اللي فيها ده، عشان لما بينزل على المكرونه كده بيديلها طعم حلو قوي. على جنب بقى، على العين التانية هكون مولعة على حلة مية فيها ملح وزيت، وننزل بالمكرونة قلم. طبعا البشاميل يبقى مكرونة قلم على طول هنا المية كانت سخنة بتغلي، نزلت بالمكرونة اديلها تقليبة واسيبها تكمل سوا على جنب. على جنب بقى هجهز البشاميل. انا البشاميل ليه طريقتين، تمام؟ بس الطريقة القريبة لقلبي هي دي اللي هعملها دي. هنحط سمنة بلدي 3 معالق كده، وحتة زبدة. طبعا الصينيه كبيره اصلا، حتى ال3 معالق دول على الصينيه كلها ما تجيش حاجه هقول لكم الطريقه التانية واحنا بنتكلم كده. هنزل هنا بحوالي 6-7 معالق دقيق. انا ما بحسب لهاش، لان انا زي ما قلت لكم ماشيه بتكنيك كده معين. حطيت الدقيق وهعمله حمصه كده في السمنه. شايفين بيبقبق ازاي كده؟ انا عايزاه يقعد يبقبق كده مع نفسه، بحيث ان اي رطوبه فيه تطلع، اي ريحه للدقيق تطلع، فيقعد يتقدح شويه كده بمعنى اصح. طيب كام كوبايه لبن يا ام يونس؟ لا، كام كوبايه لبن دي انا مش هقول لكم كام كوبايه، علشان كل دقيقه غير التاني. احنا هننزل بشويه شويه زي ما انتوا شايفين كده. وكمان الطريقه دي حلوه جدا علشان البشاميل ما يكلكعش معاكي. شايفين انا بحط شويه لبن وبقلبه. المضرب ده من ايكيا، حلو جدا، حلو البشاميل قوي. طب ما فيش المضرب ده، اعملي بمضرب سلك. كتير بعمل بمعلقه عاديه، بس مع الطريقه دي بتبقى جميل قوي، لان شايفين شويه لبن هيتحطوا كمان، هتلاقيه بقى كريمي اكتر. شايفين كريمي ازاي، ومفيهوش اي حاجه مكلكعه خالص. هفضل ان انا اضيف لبن. طبعا احنا لازم بقى بنطبخ، يبقى لازم نلغوص البوتاجاز كده وبعدين نمسحه. انا ما بحبش كده بصراحه، بس هي نقطه بقى نزلت. المهم هنقعد نحط اللبن لحد ما شوفوا تبقى سايله بقى، تبقى سايله كده. هي اما هتغلي، شايفين بقت سايله ازاي؟ هي اما هتغلي هتتقل بقى مع نفسها. طيب ايه البهارات اللي هنحطها هنا؟ هو المفروض ملح وفلفل ابيض. مفيش فلفل ابيض، يبقى شويه فلفل اسود صغيرين. انا ما بحطش اكتر من كده عشان طعم السمنه البلدي يبقى طالع كده حلو. طيب شايفين هنا ما شاء الله تقل معايا ازاي وبقى جميل مع التقليب. هنتكلم بقى شويه وانتوا شايفين انا بعمل ايه بقى بالظبط. طيب في طريقه تانية للبشاميل. في طريقه تانية للبشاميل. هتحطي كوبايتين لبن، لكل كوبايتين لبن معلقه دقيق، وهتقلبوهم على البارد. تمام. وهتحطي برضو الملح والفلفل الاسود، وهتحطي معلقه سمنه كبيره. بس انا بحب الطريقه اللي هي بنقدح بيها الدقيق وكده، بتبقى طعمها حلو قوي. طيب بعد ما ضفنا البشاميل، شويه بشاميل صغيرين كده على المكرونه نفردها. طيب انا ما بضيفش على فكره اي جبن خالص، وما بضيفش بيض كمان للوش، وهتشوفوا الوش هيطلع معايا حلو ازاي. ده بسبب ان البشاميل غني، هو طعمه اصلا انتوا لما تدوقوا كده طعمه حته سمنه بلدي كده، فاهميني؟ انا ما بحبش اضيع الاكل بجبن بقى ومش عارف ايه، لا انا ما بحبش كده. في حاجات ممكن نحط لها عشان هي اساسها فيها جبن اصلا، بس افتكاسات زياده انا ما بحبهاش، وبحب الاكل الاساسي يبقى طعمه اساسي كده، طعمه الرئيسي بتاعه. تمام. هنا بقى نفرد اللحمه، وبعدين نحط ديسك تاني من المكرونه.
هنكون مشغلين برضو الفرن بتاعنا، لان انا هدخلها الفرن مش على الشوايه، انا بحبها تستوي كده شويه، حتى بتتلسع كده من تحت لسعه حلوه. بس التسويه دي برضو حسب مزاجكم، يعني ممكن حد يحب يدخلها تحت الشوايه تمام، بس انا بحبها ان هي تاخد لسعه من تحت كده سيكه، تبقى حلوه قوي. بس كمان ميزه ان انت تشغلي عليها الفرن من تحت ان هي ايه، بتكون طبقه كده، طبقه ورقيه كده صغيره، وبتاخد لون موحد كده حلو. انما مثلا لو دخلتيها تحت الشوايه هتلاقي بقى حته سودا وحته بيضه، حته سودا وحته بيضه، فاهميني؟ مش بتاخد طبقه ذهبي كده كلها حلوه. ننزل بقى ببقيه البشاميل. شايفين ما شاء الله البشاميل حلو قوي، مفيهوش كلكوعه ولا اي حاجه، ما شاء الله عليا يعني. أم، نتكلم في حاجه بقى، انتوا ليه مش بتشوفوا الفيديوهات للاخر؟ ده اولا يعني. ثانيا مش بتعملوا سبسكرايب ومش بتحطوا لي كومنتات، ليه مش بتعملوا كومنتات؟ طب حتى قولوا لي اي حاجه، يعني مش لازم ان انتوا تشكروا في الوصفه، نتكلم سوا عادي يعني. بس كده هسوي الصينيه وننضفها كده برضو من الحواف بتاعتها عشان ما تتحرقش في الفرن. شايفين ما شاء الله عليها، طالعه صينيه مكرونه بدر منور، حته قمر اهي. نقطعها بقى، وتقدميها بقى مع بطاطس مقليه، مع سلطه خضراء، زي ما انتي حابه تقدميها كده، بس وجنب منها البيبسي، هي تمام، هي زي الفل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتكون الوصفه سهله، وتجربوها وتقولوا رايكم ايه في اكلي. وما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بألف أنا على قلبكم ان شاء الله.